الغاليين أهل مصر، أهلا بيكم في حلقتنا النهارده. أنا ما بتكلمش في الكورة ولا أنا بتاع كورة ولا بفهم في الكورة، بس أنا بحب ما يكون في حاجة حلوة نفتخر بيها. إحنا الحمد لله فضل من ربنا، يعني ما يكون عندنا 2 لعيبة في أقوى فرقتين في الدوري الإنجليزي اللي هو بيتقال عليه أقوى دوري كرة قدم في العالم. ما يبقى عندك محمد صلاح وعمر مرموش. طب ده مش فخر لأي مصري؟ طب ده مش مثال لشبابنا إن يحظوا حظهم؟ ناس جاية اشتغلت على نفسها، لا واسطة ولا معرفة ولا الكابتن عارفه ولا صاحب بابا ولا يعرف ماما ولا حاجة أبدا. ده راجل اشتغل على نفسه لغاية ما وصل للمرتبة اللي هو فيها. النهاردة ما يبقى عندك 2 في أقوى فرقتين موجودين، فيهم واحد هداف الدوري الإنجليزي، وطبعا يعني محمد صلاح ما ينفعش حد يتكلم عنه، أو أنا أقل من إن أنا أتكلم عنه. ولكن النهاردة اما أجي أبص تلاقي إن الإعلاميين بتوعنا اللي هم كانوا لعيبة كورة يعني جايين يقيموا محمد صلاح ويقيموا عمر مرموش في كلام ما هو إلا هري وتضييع للوقت وركوب للترند، ليس أكثر ولا أقل. هو أنا النهاردة اما أقول إن أحمد بيلعب حلو معناه إن محمد بيلعب وحش؟ ما يبقى عندي 2 حلوين، أنت زعلان ليه؟ هو أنا النهاردة أنا في جيلي مثلا كان بالنسبة لي الكابتن محمود الخطيب ده الأسطورة العالمية، لكن هل معناه ان انا لما احب الكابتن محمود الخطيب اكره الكابتن حسام حسن ولا اكره الكابتن حسن شحاته ولا اسب وعيب في الكابتن محمد صلاح؟ لا، ما كل واحد له وقته وكل واحد له جيله. انت يجب عليك انك انت تفتخر بابن بلدك. وفجاه بقى باحد الاعلاميين اللي هو بيلعب في منتخب الارهاب الدولي حاليا طالع يقول ايه بقى؟ شوف النصايح اللي بيقدمها لعمر مرموش وهو بيلعب اول ماتش. يقول له انا عايزك اهم حاجه تركز، الكره اللي هتتشط شوطها والكره اللي هتتبسط بصيها. ونجد ان القطيع بيبقى فيه تكبير في الحاله دي. ايه ده؟ طب انت بتقول ايه؟ ونيجي نبص على لاعب اقوى فرقه لعب لها الاهلي او الزمالك، يعني في حياته ما لعبش الا في الاهلي او الزمالك، هم درب فرقه في درجه ثانيه نزلها لثالثه. طالع يقول لك ايه على الفضائيات؟ عمر مرموش ده ما ينفعش يبقى لاعب. هو انت مين عشان تحكم على لاعب بيلعب في مانشستر ولا في السيتي انت مين؟ انت امكانياتك ايه عشان تتكلم مع واحد؟ ده انت ما تقدرش تخش في الاستاد تتفرج كالجمهور اللي قاعد، انت ما بتعرفش تخش زي الجمهور اللي قاعد، فتيجي تشكك في امكانيات ابن بلدك اللي متباع بملايين اللي انت ما تعرفش تعدها اصلا. يا جماعه عايزين نتقي الله كده في الشباب الناجح بتاعنا، وهم دول الاسطوره، هو ده نمبر 1، هو ده دي الناس اللي تقول لابنك افتخر وخليك تبقى زيه، مش اللي تطلع تقول ده ما بيعرفش. مين اللي ما بيعرفش؟ مش كده ولا ايه؟